هنتكلم النهاردة عن 10 حاجات ازاي نعدي بيهم 26 من غير ما نكرر الأخطاء اللي عملناها في 25. عارفين إن في كمية حاجات حصلت كويسة وكمية حاجات ما حصلتش، وفي حاجات كان نفسنا فيها إن هي تحصل بس ربنا مش وفق إن هي تحصل. فعايزين نحط خطوات كده للحاجات اللي احنا عايزين نعملها قدام، بشرط إن احنا ما نكررش أخطائنا تاني. حلو كده؟ حلو. نبدأ بأول حاجة. أي خطة هتحطها مش هتتحقق بنسبة 100%، ولازم أن تبقى عارف كده كويس قوي، لان المفهوم ده في دماغك بيخليك ماشي نوعا ما. انا مش متقدر وانا بتحرك، مش حاسس ان في دايما حاجه بتجري ورايا، لا. بالراحه، الخطه كده كده مش هتحقق بنسبه 100%، ممكن 70 80. بالمناسبه بقى، وده الخبر المفرح، انها ممكن تتحقق بنسبه 200%. حصلت معايا كده في 25، كنت حاطط تارجت لحاجه، لقيت تارجت اضعاف، بسبب بس ان انا مشيت على قواعد ثابته في ان انا امشي للهدف، وان انا عارف ان كده كده مفيش حاجه مثاليه، فانا هجيب اخري علشان كده كده انا مش هوصل ل 100%، فعلى الاقل ابدا اللي انا ممكن اوصل ل 70 80. لقيت نفسي وصلت ل 150%، 200%. انا ما كنتش عامل حساب على كده، بس نشكر ربنا دي بسبب ان انت كنت مجتهد في اللي انت كنت بتعمله في الوقت ده. حلو. دي اول نقطه. تاني حاجه، انت مش في سباق مع حد. القاعدة دي لازم تبقى دايما قدامك، انت مش في سباق ان انت توصل لرقم معين في اخر 2026. انت مش في سباق انك توصل لشخص معين. انت مش في سباق ان انت تبقى في شركة معينة. انت مش في سباق في اي حاجة، لان انت عارف ان انت لو اجتهدت، لازم تبقى عارف كده كويس، لو عملت اللي عليك ربنا كفيل يديك اضعاف اللي انت كنت بتفكر فيه، لدرجة هتقول لربنا في وقت من الاوقات: ايه ده، هو ازاي انا كنت بفكر في كده؟ عشان بس ربنا اداك اضعاف واكتر بكتير من اللي انت كنت بتتمناه، بسبب بس ان انت ما كنتش في سباق مع حد. وبالمناسبه، السلبي في حته ان انت سباق مع حد، ان انت دايما مضغوط ومش حاسس ان انت كفء في اي حاجه. ودي اسوأ شيء بالمناسبه، انا بالنسبه لي ما بحبش كده تماما. بحس ان انا دايما مضغوط، مش عارف اوصل، مش عارف اتحرك، مش عارف انا عايز ايه اصلا. انا شايف حد عايز يوصل لحاجه، فانا عايز ابقى في الطريق لنفس الحاجه، ولا هي بتاعتي ولا انا عايز اوصل، بسبب بس ان انا قارنت نفسي بشخص او مكانه، او في المستقبل انا عايز ابقى فين. برضه ما تحطهاش سباق، انت حط الخطه وامشي فيها، تتحقق ما تحققش زي ما انت عايزها، بس بجد لو عملت اللي عليك ربنا هيجازيك اضعاف على اللي انت عايزه. بس دي اولويه، ان انت ما تقارنش نفسك بحد. تالت حاجه، قوه الحاجه الواحده. يعني طول السنة هتركز على حاجة واحدة. طيب ده معناه ان انا ما اعملش حاجات تانية؟ لا، ما قلتش كده تماما، بس حاجة واحدة اللي هيبقى ليها الأولوية يوميا، انك تعمل حاجة دي طول السنة. وبالمناسبة بحب اطمنك ان سنة ده وقت كبير قوي انك تبقى بيرفكت في حاجة معينة. في ناس بس بسبب ان هي بتمشي على الروتين، ان يوميا بعمل حاجة معينة لمدة من 5 ل7 ساعات يوميا، بتوصل في خلال 6 شهور للحاجة اللي عايزاها، ومش كمان للي هي عايزاه، تبقى بشكل مثالي، بشكل احترافي في الحاجة اللي هو عايزها، بسبب بس ان هو مش الخطوات للحاجة دي. بس اهم حاجة ورا بعض. التقاطع ده بيخليك تجيب من الاول وتضيع وقت ومجهود، ونفسيتك بتضيع في النص. تمام. حاجة واحدة بس طول السنة، واعمل جنبها حاجات، بس الأولوية لحاجة واحدة. تمام. تمام. رقم 4، اختار ايه بقى؟ بص، في حاجات كتيرة ممكن تتعلمها موجودة. مثلا هنقول الأمثلة اللي احنا هنقولها دي على سبيل المثال وليس الحصر. انت المفروض تدور وتكتشف انت عايز ايه، بس دي بدايات. من ضمن الحاجات ان انت تبدأ تتعلم يعني ايه ميديا باينج، وازاي تعمل اعلانات. في بعض الشركات او شخص يطلع على السوشيال ميديا يقول: انا خليت البراند دوت يكسب 1,000,000 جنيه في خلال شهر مثلا. في ناس بتعرف تعملها في خلال 24 ساعة، تعرف تبيع ب1,000,000 جنيه لبراند. فالناس دي بتبقى جبارة، بتاخد نسبة محترمة قوي على الفلوس. فده أول مجال، إن أنت إزاي تعرف تعمل إعلانات وتكسب براندات من خلال بس إن أنت تعرف تعمل لها إعلانات. دي أول نقطة. تاني حاجة البرمجة، إن أنت ممكن تدخل في مجال إن أنت تعمل برمجة للتطبيقات الويب، الموبايل أبليكيشن، التطبيقات اللي على الموبايل، حاجات تبع ال AI والذكاء الاصطناعي، إزاي تعرف تأمن شبكة، وإزاي تعرف تخترق والحاجات الهاكر دي في نفسها. في حاجات كتير بس دي من ضمنهم. وبالمناسبة لازم تقعد تدور انت عايز ايه. يعني انا بالنسبة لي في 2025 بدأت نوعا ما
صناعة المحتوى. ما كانتش افضل حاجة، بس بشكر ربنا ان انا بدأت دي كحاجة مبدئية جنب حياتي وجنب مذاكرتي وجنب شغلي وجنب كل حاجة تانية. دي بالنسبة لي كنت مبسوط قوي وانا بعملها. طب انا عايز اطور بقى، فبدأت اتعلم فيديو اديتنج. وبالمناسبة هنبدأ نشكر ربنا يعني ان احنا هنبدأ نطلع فيديوهات بكواليتي افضل في الصورة، وده ملحوظ نوعا ما دلوقتي. وهنبدأ نعمل فيديو اديتنج بشكل احسن. فالطريقة دي نوعا ما بقت بالنسبة لي حاجة كويسة. بقت عندي مهارة جديدة جنب ان انت بتصور، ان انت بتعمل فيديو اديتنج، ان انت بتعرف تكتب سكريبتات. الموضوع ده ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي بقى موجود وبقيت بجرب احسن، وازاي اختار ما بين سكريبت والتاني والاولوية لايه. فنوعا ما بقيت مبسوط باللي انا بعمله، وده بسبب 25 واللي عملته في نص 25. مش كانت هتيجي صدقني لوحدها. نفسي الحاجات تيجي لوحدها قوي بدون مجهود، بس نوعا ما طبيعة الحياة مش كده. فعشان كده بقول لك لازم نحط خطة وده سبب الفيديو ده عموما. طيب بعد كده رقم 5، نظام الشغل هيبقى اسبوعي مش سنوي. يعني ايه؟ احنا هنحط الخطة لمدة سنة، تمام؟ والخطة دي هنكون ماشيين فيها بشكل شهري كويس. بس كل اللي انا مركز فيه وفوكس عليه قوي ان الخطة دي لمدة اسبوع. الاسبوع ده كام يوم؟ 5 ايام مش 7. عندك يومين بريك هتختارهم ان اليومين اللي انت عايزهم، بس ال5 ايام دول لمدة 5 ساعات بتعمل المهارة اللي انت اخترتها. في كمية حاجات مش طبيعية قلناها: ميديا باينج، ازاي تعمل اعلانات، البرمجة، دروب شوبينج، دروب سيرفيس. كمية حاجات على الانترنت تخليك تدخل فلوس مش طبيعية. بس الأولوية إنك تحط الخطة عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزها. الحاجات موجودة بالهبل وأنت عارف إن هي موجودة، بس المشكلة إن الواحد ما عندوش طاقة، ما عندوش خطة إزاي يوصل لها. فده دورنا إن إحنا نحاول نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه. حلو. أسبوع مكون 5 أيام، تمام. والأولوية للراحة بالمناسبة، يعني اليومين اللي فيهم بريك دول لازم تفصل فيهم، ده ضروري. رقم 6 ودي مهمة قوي: التحدي في إن أنت تكون منضبط طول الفترة دي. هقول لك على حاجة الناس بتقعد تتكلم فيها كتير، بس انا عايز اوريك بس جانب منها. الناس بتقعد تتكلم عن الانضباط وازاي لازم تبقى منضبط وازاي لازم تبقى شطور وتصحى ويوميا وكل ده. هو لازم تعمل كده عشان حاجة واحدة: ان الفرص بتيجي مش بشكل متكرر، بشكل عامل زي الموجة، الويف. المشكلة بقى ان وقت ما انت مستعد بتلاقي الدنيا واقعة. طيب اول ما انت تهدى الدنيا تبدأ تفوق وتدنيها بقى في علاقة عكسية كده معاك. ده اللي دايما بيخليك مش عارف توصل او مش عارف تحقق الحاجة اللي انت عايزها. عشان كده لازم تحط أولوية ان انت بتعمل وبتخبط على الحاجة دي يوميا. بكررها يوميا. علشان ايه؟ عشان الفرص لما تيجي تلاقيك انت مستعد لها. فرص ما بتجيش غير لحد مستعد. ودي من ضمن المميزات للناس المنضبطة ومن السلبيات جدا للواحد اللي مش عارف يعمل روتين. بس كل حاجة مع الوقت بتيجي. بس أهم حاجة إن أنت تبدأ، حتى لو الدنيا بايظة، حتى لو الحاجة وحشة، حتى لو مش هتطلع مثالية. صدقني الخطوات البسيطة عشان توصل حاجة اللي أنت عايزها مع الوقت ومع التكرار بتلاقي حاجة كبيرة. أنت بتحسن وبتختبر في نفس الوقت. عمال بتحسن نفسك وبتختبر اللي انت حسنته دوت كويس ولا لا، اعدله في الاتجاه ده ولا لا، وهكذا. الدنيا كده، تمام. رقم 7 ودي بالنسبة لي ما فهمتهاش غير بعد فترة وبعد ما الدنيا بقت وحشة معايا قوي: شطارتك مش انك توصل بسرعة، شطارتك انك توصل وانت مرتاح ومتقبل الملل. الملل هيقابلك في رحلتك بشكل مش طبيعي: ملل على النتائج، ملل وانت بتحاول، ملل وانت مش عارف توصل، وملل وانت نجحت. هتلاقي فيه ملل بالمناسبة لانك عايز تنجح اكبر ومش عارف. دايرة كده من الدايلما، انت مش عارف توصل في اي حاجة، بس في ملل في القصة لازم انت تعرف تتعامل معاه. حلو. وانك توصل تكون مرتاح مش سريع. لو وصلت وانت سريع هتلاقي طاقتك راحت بسرعة من غير ما توصل لنتيجة. انت خلصت طاقتك كلها في الاول. عارف زي السباق والماراثون، الفرق بين السباق ليه مكان معين، ليه وقت معين توصل فيه، لكن الماراثون موضوع طويل ما بينتهيش، عدد من الكيلوات كبير. اهم حاجه تدنيك ماشي بتسعى زي ما بيقولوا. عشان كده شطارتك في الموضوع دوت انك تكون مرتاح وانت بتحاول، مش انك توصل بسرعه.
كان في مقولة دايما أنا بحبها، سمعتها قبل كده، بيقول أنت عايز توصل للحاجة دي بسرعة ولا عايز توصل الحاجة دي بكمية كبيرة؟ يعني مثلا أنا عايز أوصل ل10 جنيه في خلال أسبوع، ولا أنا عايز أوصل للحاجة دي في خلال شهر بس أوصل ل100 جنيه. اختار في حياتك بالمناسبة، لأن الحتة دي مش على قد الأهداف دي في حياتنا كلها. أنا عايز أوصل بسرعة ولا عايز أوصل للحاجة دي بشكل أكبر؟ والاتنين عكس بعض. السرعة ما فيهاش كمية للأسف. رقم 8، للأسف الحياة محتاجة نفس طويل عشان توصل. أي حاجة أنت هتختارها عشان تجيب لك فلوس آخر الشهر أو آخر شهرين أو آخر 3 شهور، أو الهدف اللي أنت حطيته هتحط ليه نتائج بسرعة، صدقني 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 كل خطة أنت حاططها هتبوظ. لأن أي حاجة في الحياة محتاجة وقت. الطبخة الكويسة عشان تطلع بشكل مستوي وطازة لازم تاخد وقت، وكل ما كانت حلوة قوي كل ما خدت وقت محترم. فلو انت مقرر انك تجري بسرعة عشان توصل، وانت شطارتك وسرعتك كل ما هتسرع كل ما هتتكعبل. عشان كده لازم تبقى هادي وبارد. الدنيا كلها بتجري، لو جريت ومشيت مع القطيع مفيش حد بيوصل. صدقني بسبب السرعة محدش بيوصل. السرعة دي عاملة زي ان انت عمال بتتفرج على ريل. متخيل ان انت هتاخد معلومة، انت الريلز اللي قبله انت احتمال ما تبقاش فاكره اصلا، اللي قبله انت يمكن ما تبقاش فاكره بنسبة 100%. هو ايه اللي جاي ايه اللي رايح؟ انت مخك عمال يعمل اوفرلود، عمال يزود معلومات طبقات طبقات طبقات، عمرك ما هتعرف الطبقة اللي تحت. عشان كده نجاحك محتاج وقت، ودي حاجة مطمئنة، لان كل ما انت مدي لنفسك الراحة والأولوية، وانك مش مقارن نتائجك بحد، وانك عارف ان الخطة كده كده نسبة 100% ممكن ما تحققش، ممكن تبقى اكتر اقل، مش هتبقى مثالية، الدنيا متقلبة، الدنيا مش أولوية للحاجة اللي أنت هتحطها، دي بتهون على نفسك كتير قوي. فلازم تكون حاطط كده في دماغك ضروري. رقم 9، ودي مهمة جدا لما بدأت أفكر فيها، عقلك شغال وأنت نايم. معنى كده إن أنت لا هتشغله لا ولا يشغلك. الناس اللي دماغها بتسحلها علشان هي مش سحلة دماغها. الناس اللي دايما بتلاقي نيجاتيف فاليو، وان هي دايما على طول اوفر ثينكينج بقى وحاجات من كده. هو ممكن يبقى بيحاول عادي وشاطر وبيشغل دماغه، بس الاوفر ثينكينج بيجيله. حط الاولويه انك دايما حاطط نفسك في حاجات كتير، بس بشرط ما تصيبكش بالشلل. انت حاطط بلان وخطه واولويه. انا بالنسبه لي لو سبت يومي من غير ما احط وقت هعمل ايه وتايم لاين والحاجات اللي هعملها، لا الدنيا بتسيح. يعني انا لازم من اول ما اصحى احط 1 2 3 4 انا عايز اعمله. طيب معايا وقت قد ايه؟ معايا 8 ساعات. طيب الاولويه الاول ساعتين للحاجه دي هخلصها. طيب بعد كده في بريك. بعد كده الاولويه في الساعتين اللي بعد كده لحاجه تانية، وهكذا. طيب هعمل حاجه مع حاجه. اوعى تعمل كده، مخك بتحس ان هو ساخن مره واحده ومش عارف يعمل ايه. خلي الموضوع يبقى متهندل شويه عشان انت تحسش ان الدنيا بايظه خالص، لان ده اسوأ شيء. حتى لو باظت هي دي الخطه، حط البلان بتاعتك وامشي، ما تقفش، بس اسحل دماغك انت مش هي اللي تسحلك. رقم 10، واهم حاجه في اللي انا قلته كله، اصعب شيء انك توصل للي انت عايزه وما تكونش مبسوط باللي انت وصلت له. الموقف ده اتكرر معايا في حاجات كتير وما كنتش فاهم ليه. ان انا حطيت الهدف والخطه والطريق وازاي اوصل للحاجه ووصلت لها. المصيبة إن بعد فترة اكتشفت إيه ده، الحاجة اللي أنا كنت عايزها ما هي معايا، أنا مش مبسوط ليه؟ كانت فترة صعبة قوي إنك توصل للحاجة وما تحسش بطعم إنك وصلت، ولا طعم إنك مبسوط بالحاجة اللي أنت وصلت لها. عشان كده ضروري 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 ربنا يبقى أولوية. لو وصلت وما كانش ربنا معاك مش هتتبسط بأي حاجة وصلت لها، لأن يعتبر بتحس إن أنت مرة واحدة كل اللي عملته راح في الأرض، لأنه ملوش لازمة. مش عايز بقى اقول ربنا يكون اولوية وكده، بس بدون ربنا حتى لو وصلت نجاحك مش هيبقى ليه طعم ومش هتعرف تتذوقه، لان ربنا هو اللي بيديك طعم اصلا لحياتك. بدون ربنا حياتك ملهاش طعم اصلا، وده اللي انت عايشه دلوقتي. ندخل بقى في اهم حاجة لازم تبقى في دماغك، لانه تعلق بي فاناجيه.
أستره لأنه قد عرف اسمي. الحاجة الوحيدة اللي التعلق فيها بيرفعك يا ربنا. عشان كده لو ربنا مش جزء من الخطة اللي انت حطيتها، يؤسفني ان انت هتبقى دايما حاسس ان انت متلقلق. الحاجات اللي احنا حاسين بيها كده كده كل يوم، بمجرد ما تلاقينا بعيد عن ربنا، فكده كده لازم يكون أولوية بالنسبة لك هو ربنا، لأن التعلق بيه هو الحاجة الوحيدة اللي هترفعك. وخلي دايما الجانب الخارجي بتاعك دايما بيلقط الفرص، والجانب الداخلي بتاعك يكون مستعد ويتحمل اللي هيحصل طول الرحلة لأنها طويلة. قلنا إن هي ماراثون. وكده كده صدقني الأيام كده كده هتعدي، ولازم تقف جنبك في فترات اللي تضيق، وخليك واثق إن اللي أنت عايزه هتوصل له، بس بالاستمرارية والتوكل على ربنا. بس كده. سلام.